على مقربة من مركز البريد يعمل عمي محمد وصديقه سعيد. رغم تقدم التكنولوجيا وزحفها نحو كل تفاصيل حياتنا، لا تزال مهنة الكاتب العمومي قائمة شامخة بروحها الإنسانية. هذه المهنة حبيتها راني نخدمها. عندي 30 سنة. تبارك الله، الغاشي قاع يحبوني، كي الكبير كي الصغير كي قاع. وانا عندك الدراهم ما عندك شخو، بسم الله، بالفرح والسرور. يجوا لي عجايز كبار، شيوخة، خدموا معاهم كأب كأخ كلش. الحمد لله الثقة كاينة، خاطينا الحرام نمشوا بالحلال ناكلوا خبزة حلالية. بين قسوة الطقس وشح الإمكانيات يواصلان عملهما بلا كلل أو ملل، ليس فقط لكسب الرزق بل لترسيخ قيمة الكرامة والعمل الشريف. وكان العجايز دايرين فينا ثقة، شغل باجوبل يخافوا كي يجوا لينا ندوهم لداخل زعما نوروا لهم. كاين لي زونديكابي يجوا مساكن لهنايا بالشارطة ولا بالموطو ولا نعاونوهم، ما يجوا لينا نماركوا لهم. وكاين ثاني فئة واحدة أخرى أساتذة لاباس بهم قاريين ولا باس، واش يجوا لينا باش غير يعاونونا بهذيك 5000 10000 جالس قهوة وكذا وكذا. الحمد لله يعني كاين كيما يقولوا لاماس بيناتنا، ماهيش زعما، وخدمة مليحة لاباس بها، ماهيش واش فيها شوية برد سخانة فيها كل شيء. نقصت مع هذو اللي قاب، مع هذو بعجونا كاع نقصت بزاف، بصح معليش، ربي هو الرزاق، احنا عايشين بس باليسرى ولا بالقليله. الكاتب العمومي قصة كفاح في زمن يعج بالتحديات، مهنة تصارع التكنولوجيا وشح الدخل، لكنها تبقى شعلة العطاء مضاءة لتذكرنا دائما أن الكرامة لا تقاس بالمادة بل بالإصرار على كسب الحلال.